لا الف الف سلامه عليه، الف سلامه عليه. لا ربنا يطمنها يا عم، سلمها لله ولا تقلق. سلام يا حبيبي، سلام يا غالي، سلام. يا اخي حاجه تجنن، يقول لك فلان جاله المرض الوحش. على اساس ان في مرض وحش ومرض حلو يعني. ليه طب لما واحد يجي له القلب ولا السكر ولا الضغط ما يتقالش فلان جاله مرض وحش؟ عارف ليه؟ عشان احنا دايما عندنا احساس ان اللي بيجي له الكانسر دوت ده خلاص، يعني ده بنقول له الباقي في حياتك كده مقدما على سبيل الاحتياط، وده كلام مش مظبوط. هو السرطان ده عباره عن ايه؟ نمو غير طبيعي في خلايا الجسم، واي واحد فينا عنده خلايا سرطانيه. هو السؤال بقى اللي لازم نساله، ايه الحاجه اللي بتنمي الخلايا السرطانيه في الجسم وازاي اقضي عليها؟ شوف يا ساده نظمي، في 6 حاجات هم اللي بيأثروا على نمو الخلايا السرطانيه دي في الجسم. يعني ارتفاع نسبه كتله الجسم من الدهون. طب البني ادم يعمل ايه؟ يقلل وزنه، دي مساله في منتهى البساطه، يعني بلاش سمنه. طيب تاني حاجه، قله النشاط البدني. اعالجها بايه؟ لازم امارس رياضه ولو مشي، بس بشرط يبقى بانتظام. تالت حاجه، شرب السجاير، التدخين يعني، سواء بقى كان سجاير او شيشه الكترونيه او كل الحدوته ديت. في طبعا خدعه منتشره ان الشيشه اخف ضررا من السيجاره، ده طبعا كلام مش حقيقي. انت لما بتشرب حجر شيشه واحد كانك شربت 50 سيجاره. شفت الكارثه بقى؟ طب اعمل ايه عشان اتفادى الفكره دي؟ ابطل تدخين، الموضوع مش صعب. ولا هو الموضوع اصلها عاده، اصل انا مش هقدر اتخلص منها، اصل بقالي سنين طويله بدخن. مفيش الكلام ده، حياتك اهم من مزاجك. رابع حاجه، شرب الكحوليات، الخمور يعني. وانا عارف طبعا انت مالكش في موضوع الخمور دوت، بس انا بقول عشان الناس اللي بيسمعونا، الخمره مش اهم من حياتك، بطل خمر. خامس حاجة، ارتفاع نسبة البروتينات في الجسم، البروتينات الحيوانية في الجسم، مش أي بروتين. يعني البروتين النباتي مفيش فيه منه أي خطورة، مفيش مشكلة يعني إن إحنا نلجأ للمية والطين. المية والطين دي رمز للأرض يعني، والسمك اللي خارج من النيل أو من البحر. الحاجات الطبيعية البسيطة أحسن كتير للجسم. لو مش قادر تبطل بروتين حيواني، على الأقل قلل على قد ما تقدر. سادس حاجة بقى هي السكر المصنع، ودي الكارثة الكبرى. ليه؟ السم اللي في العسل. عارف، على قد ما هي الحاجات المعمولة من السكر المصنع ده في منتهى اللذاذة والجمال والمتعة، لكنها أكتر حاجة بتتغذى عليها الخلايا السرطانية. عايز تتعامل مع السكر، اتعامل وقت الحاجة مع العسل، عسل النحل، لأن عسل النحل بيعامل معاملة الفاكهة. غير كده قلل من السكر. على فكرة ده شيء مضر جدا. اي طبيب هتساله يكلمك على حاجه اسمها السموم البيضاء، اللي هي السكر والملح. كل ما تقلل منهم يكون احسن. ولو قدرت تبطل سكر خالص، صدقني هتستمتع بطعم الحاجات اللي انت بتشربها. في الاول هتبقى صعبه شويه، هتبذل مجهود شويه، بس مع الوقت تحس ان انت ضيعت كتير قوي من عمرك بتشرب حاجات ملهاش طعم، لان السكر كان مغطي على طعمها. ال6 حاجات دول لو انت عملتهم هتكتشف ان صحتك بقت احسن، ومفيش حاجه خالص اسمها المرض الوحش والبطال واللي ما يتسماش والحاجات ديت، وهتبقى صحتك احسن كتير. وفي كلام كتير قوي هنقوله يا ساده نظم في موضوع الاكل ده، بس مش المره دي، في المرات اللي جايه. ودي فكره بسيطه، بس فكره هتغير حياتك.